قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنيئا لكم وطوبى لكم وسعدى لكم يا أهل السنة، يا من سرتم على طريق الصحابة الكرام، يا من امتلأت قلوبكم بمحبة وتعظيم وإجلال الصحابة الكرام، أن ذلك علامة وأمارة ودليل وحجة على وجود الإيمان في ذلك القلب والجنان. وهذا ما نطق به النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. آية الإيمان آية واضحة، علامة بينة، دليل ساطع، برهان قاطع على وجود الإيمان. لمن؟ عند من أحب الأنصار. وروى الشيخان كذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. انظروا معاشر الكرام، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يبغض الأنصار إلا إنسان ذو قلب مريض وجهل عريض وخلق بغيض، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أحبهم أحبه الله، من أحبهم أحبه الله. تنال محبة الله وتصل أيها المسلم السني الأثري محبة الله سبحانه وتعالى. من أسباب ذلك ومن أبواب ما هنالك أن تحب أصحاب رسول الله، تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم والله، لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر في قلب إنسان. البغض للصحابة والبغض للأنصار ما يجتمع البتة. إما أن يكون إيمان بالله تعالى واليوم الآخر مع محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان غير ذلك هذا قلب والعياذ بالله إنسان ظالم بعيد عن الحق والهدى، بعيد عن الحق والهدى.